السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله النهاردة هنعمل فكرة حلوة كده بالكيس البلاستيك. هنعمل الكيس الحلواني. جامد جدا ومش هيتقطع منك خالص ومن غير اي تكاليف خالص. احسن من الكيس اللي هو الخفيف اللي احنا بنشتريه او الكيس اللي هو السيليكون ده، برضو انا كنت بجيبه كان بيتقطع مني على طول. الفكرة دي انا جربتها لقيتها حلوة وسهلة وهتستعمليها هتلاقيها عملية جدا معاكي. يلا بقى نشوف الفكرة ونبتدي الفيديو، بس الأول صلي على النبي في الكومنتات ويلا بينا. هنجيب بقى شنطة لبس كده احنا مش عايزينها. هنفتحها من على الجناب، بس هنقصها كده، هنطبقها، احنا عايزينها تبقى مربعة اكتر، فهنطبقها كده وهنطبقها برضو من الناحية التانية. بعدين بقى هنقص الجزء اللي فوق ده. هي الشنطة دي هتعمل لنا اتنين من كيس الحلواني، على اساس برضو لو انت حابة تغيري الشكل وانت بتعملي، ما تحطيش بقى بتشيلي من ده وتحطي في ده، يبقى عندك كذا واحد تبدلي فيهم. هنفتح بقى الجوانب بتاعة الشنطة كده. فتحنا الجوانب، هنعملها برضو هنقسمها على نصين كده، هنقطع من هنا، هنقص كده الجزء ده برضو. هنسوي بقى الجزء اللي تحت ده كده. بس بقى عندي كده احنا كده بقى عندي جزئين اهو. هنطبق بقى الجزء ده، هنعمله زي المثلث كده اهو كده. بعدين بقى هنقص الحتة الزيادة. شكله كده اهو. بعد كده بقى هنجيب حتة كده من ورق الألمونيا اللي هي ورق الفويل ده بتاع الفرن، هنطبقه كده. هنحط الحرف ده كده عليه في النص كده وهنقفل عليه، علشان احنا هنلزق الجزء اللي احنا قافلين عليه ده. هنلزقه ازاي؟ هنلزقه بالمكوة، مكوة الهدوم، او انا مكوة الهدوم عندي كانت بايظة فانا هلزقها بالمكوة بتاعة الشعر. او ممكن لو مش عندك برضو المكوة او المكوة بايظة عندك، ممكن اي حلة سخنة على البوتاجاز وتلزقي الحرف بتاع الكيس كده، تلزقي الحرف بتاعه، يعني تحطيه على الحلة كده من بره وتلزقي الحرف عادي. هو يعني محتاج اي حاجة سخنة تلزق الحرف. اهي كده بالشكل ده. هنشيل بقى الجزء الزيادة ده، الحتة الزيادة بتاعت الورق ده، وهنلزق من الناحية التانية كده. خلاص بقى بشيل بقى الورق ده تاني، بشده كده عشان هو برضو بيكون ماسك في الكيس، فبشده جامد. إيه، متخافيش وشديه عادي. احنا كده كده هنقص الجزء ده.
هنقص بقى الحرف ده كده. خلي بالنا برضه عشان ما نعديش الحتة اللي احنا لزقناها علشان ما يتفتحش مننا. هنشيل بس الحتة الزيادة كده. خلاص بقى انا هقطع الحتة اللي هي البوز اللي فوق ده، المثلثة دي، علشان ادخل بقى التب اللي هي بتاعت البيتي فور والبسكوت دي، اللي انا بحطها جوه الكيس الحلواني. هظبطها برضو، لو لقيتها ضيقة ممكن اوسعها، اقص حتة صغيرة كمان لحد لما تتظبط معايا. هحاول بقى ادخلها كويس عشان ما تخرجش وانا بعمل. اهي كده بالشكل ده. انا برضو كنت عاملة واحد تاني من الجزء اللي احنا قطعناه اهو. الفكرة دي حلوة جدا وعملية جدا، هتعجبك. لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لي لايك واشتراك في القناة لو اول مرة تشوفيني،